السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايين مع بعض في فلوج، وكمان هنعمل اكلات حلوة قوي هتعجبكم. يلا بينا كده نخرج مع بعض. خرجنا النهاردة وركبنا القطر، وشايفين انا ولولو. لولو كانت قاعدة مؤدبة النهاردة في القطر، ونزلنا اتمشينا. هنا كنا في القاهرة، كنا بنجيب شوية حاجات كده، وهقول لكم جبنا ايه وعملنا ايه. كملوا معانا. بصوا ايلين هنا كانت عماله تقولي ازيكم يا حبايبي، وفي الاخر راحت قايله باي باي. رحت اشتريت التورته القمر دي عشان خاطر ايلين. كانت عايزه تاكل تورته يا ماما، تورته يا ماما. فبعد ما خلصنا الطلبات اللي احنا جبناها، جبنا التورته الحلوه دي علشان خاطر عيون الانسه ايلين. وبعد ما روحنا، احنا بنحب ناكل جدا، سواء كان قراقيش او فطير. لازم يكون في البيت في اي حاجة، يعني تقدروا تقولوا كده مخبوزات. لازم. الموضوع ده احنا بنعشقه، لازم يكون عندنا طول الوقت مخبوزات في البيت. فانا دايما اول باول لازم اعمل فطير خامر، قراقيش، كرواسون، باتيه، اي حاجة لازم تكون في البيت كده. بس بعمل طبعا كميات قليلة، يعني بعمل كيلو 2. تمام. بخلي منها شوية مثلا على قد الاستعمال، والباقي بحطه في الفريزر وبطلعه مثلا كمية كمية. بطلعه مثلا نظام اكياس. لو عندك ميكروويف هتسخنيه في الميكروويف، هيبقى حلو قوي طازة كده اول باول. لو مش عندك طبعا زي حالاتي في الفرن وبيقوم بالواجب وزي الفل. المهم عملت النهاردة 2 كيلو دقيق فطير خامر. تعالوا بقى اما اقول لكم المقادير، عشان الناس اللي بتقول انتي بتعملي مقادير وبتقولي مقادير. انا هقول لكم بقى النهارده على اللي انا عملته. يعني انا عامله 2 كيلو بس. 2 كيلو دقيق نخلتهم. اهم حاجه تنخلي الدقيق. اما بتنخلي الدقيق بيفرق قوي معاكي. بيخلي اولا العجينه تبقى هشه قوي. يعني بعد كده هتلاقي الفطير هش قوي معاكي من جوه كده ومنفوخ. وفي نفس الوقت لو في اي مثلا تراب، اي صعو، اي حاجه من مكان التغليف والتعبئه والحاجات دي، هيطلع معاكي على طول يعني. وهتلاقي الدقيق نظيف مهما كان الدقيق مغلف. ايا كانت الشركه، انخلوه. اولا هيظبط معاكي في العجين، ثانيا نظافه ليكي انتي، لان انا في انواع معينه، طبعا مش الضحى، بس في انواع معينه تانية كنت بلاقي فيها حاجات، يعني مثلا من لو انا جايباه سايب من العلاف مثلا، بلاقي مثلا عليه شعرية، مكرونة واقعة في النص، لسان عصفور. ساعات بلاقي حاجات غريبة كده الواحد بيستغرب. لوبيا، فاصوليا، كله بيدخل في بعض وكده. وطبعا الدقيق لما بيتحط الكمية الشكر على بعضها ما بتبانش ايه اللي وقع فيها، بينزل يغطس فيه. فدايما خلوا بالكم من موضوع نخل الدقيق ده. عموما حتى لو مغلف برضو انخلوه. تمام. 2 كيلو دقيق عملت عليهم كيس من البودر، برضو هنخله كيك شيف او بودر عادي، اي بودر. ده كان باقي كيس تاني عندي حطيته، يعني كان فيه حوالي شعرة، مش كتير. هو الكيس الاولاني اللي انا حطيته على بعضه. المهم المقادير: 2 كيلو دقيق عليهم كيس بودر، وده كيس خميرة عليه 6 معالق سكر، على شوية مية دافية. وكنت سايباها قلبتهم وسبتهم يخمروا كده شوية. وكمان السمسم ده انا محمصاه وحطاه عندي في التلاجة على طول كده، بطلعه على الاستعمال. حطيت شوية سمسم. عايزة تحطي سمسم تمام، مش عايزة خلاص. تمام. يبقى ال2 كيلو دقيق عليهم ايه؟ عليهم كيس بودر، كيس خميرة، 6 معالق سكر، مية دافية، وكمان لبن رايب او لبن ضرب علشان خاطر نقلب بيه، بس يكون دافي. هنا انا كنت حاطاه في الفريزر فطلعته وحطيته في ميه دافيه من بره كده عشان يفك على طول. وفعلا فك. صفيت الميه منه ولقيته دافي كده فحطيته. ولما احتجت ميه دافيه تاني حطيت ميه دافيه كملت بيها العجن. برضو انا اي لبن عندي بيروب بحطه على طول في الفريزر، وبطلعه بقى وقت ما بعمل قراقيش او فطير. تمام. نرجع بقى لمقاديرنا. هقول تاني: 2 كيلو دقيق عليهم كيس بودر، كيس خميرة، 6 معالق سكر، كوباية سمنة على زيت. تمام. كوباية واحدة
سمنه على زيت، والكوبايه اللي هتعايري بيها عايري بيها على طول. تمام. وطبعا اللبن او الحليب الرايب او الضرب حسب الموجود عندك. ما عندكيش عجان، قلبي على ايدك بايدك كده واعجني، هيطلع زي الفل. مش شرط ان احنا عشان نعجن يبقى لازم فيه عجان، لا، من غير عجان وطلع العجينه اهو جميله خالص وحلوه وطريه، وكنت سيبتها كمان خمرت. شايفين العجينه ناعمه ازاي؟ هبدأ بعد كده بقى اشكل، وهعملها كور صغيره خالص، هيرمي معاكي كميه. طبعا كل ما بتصغري الفطيره كل ما هتطلع معاكي كميه اكتر، يعني حاولوا دايما تصغروها، ويعني تبططوها شويه، ما تبقاش منفوشه قوي لانها لسه هتنفش كمان. يعني هي خمرت بعد ما عجناها، وهنسيبها تخمر كمان بعد ما تتقطع وقبل ما ندخلها الفرن. ناخد بالنا من النقطه دي، هتفرق قوي معانا في طعم العجينه وفي طعم الفطيره عامه. يعني مخبوزات نعملها او اي عجينه، مش شرط الفطير كمان، يعني اي مخبوزات عموما لما بتسيبي الحاجه تخمر مره واتنين، لا 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 لا، بتودي طعم المعجنات في حته تانية خالص. وكمان في البيتزات عموما، الناس اللي بتعمل بيتزات برضو لما بتسيبي العجينه ترتاح فتره طويله بتفرق معاكي قوي. وخصوصا كمان احنا في شتاء والجو برد، فعشان كده العجينة برضو بتاخد وقت في الخميرة، فناخد بالنا من النقطة دي، نوفر للعجين يعني جو كده دافي ورومانسي عشان تطلع معانا حلوة ومظبوطة. تمام. ناخد بالنا من خميرة العجينة قبل وبعد التقطيع. قبل التقطيع تخمر طبعا، لو احنا في الصيف هتقعد نص ساعة او ساعة بالكتير قبل، ونص ساعة او ساعة كمان بعد، على حسب. وفي الشتاء بقى هتقعد فترة طويلة، يعني في الشتاء ممكن تقعد لها من ساعتين ل3 ساعات. طيب حلها ايه؟ طبعا عشان خاطر هنقعد طول اليوم نعمل في 2 كيلو فطير، لا، ممكن نعمل حلين. حل الاولاني ان انا اشيل الحلة او البولة اللي انا حاطة فيها العجينة واحطها جوه حله تانية فيها ميه دافيه، اعمل لها زي كده حمام مائي كده دافي وحلو، بحيث ان انا اساعد الخميره تخمر بسرعه. تمام. دي قبل التقطيع. بعد التقطيع طبعا ما ينفعش اعمل كده خالص. تمام. هو قبل بس اعمل لها زي حمام بخار دافي كده حلو وجميل ودافي، يظبط العجينه على طول. طيب انا مش عايزه اعمل كده، حل تاني وسهل جدا، ان انا اسخن الفرن. ايوه، اشغل النار بتاعه الفرن واسيبها 5 دقايق تسخن الفرن كده، تخلي الفرن يدفى جدا جدا، يبقى نار يعني عليه على الاخر، واسيبه 5 دقايق كده يدفى، واروح مدخله فيه البوله او الحله اللي انا عامله فيها العجين، اروح حطها فيه واسيبها بقى 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، على حسب الفرن عندك والنار اللي كنتي مشغلاها. هتخمر العجينة على طول على طول، مش هيكمل اساسا تلت ساعة بالكتير قوي، يعني معاكي من 10 دقايق لحد تلت ساعة هتخمر معاكي لو انتي سخنتي الفرن، هيخمر العجينة معاكي على طول ان شاء الله. تمام. ده قبل. بعد بقى ما تقطعي كده كده، على ما تيجي تخلصي اخر صاج هيكون اول صاج خمر، يعني على ما تخلصيهم. لو انتوا من الناس طبعا اللي بتعملوا زي تعملوا الصاجان كلها مره واحده، تقطعوها مره واحده، فعلى ما تخلصي اساسا اخر صاج هيكون اول صاج خمر. يعني انتوا ما تستغربوش، كان هذا الفيديو بيبقى لكم 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه بالكتير قوي. الموضوع بياخد وقت، يعني ممكن اقعد 3 4 ساعات على ما اعجن واخمر وارجع اقطع واخمر تاني واسوي. لا، الموضوع بياخد وقت، مهما كان الكميه قليله هتاخد معاكي وقت طويل. يعني ما نستغربش ان الفيديو قصير، طبعا ببقى اصلا مقاطع كتير جدا، والمونتاج بقى بيخلينا اسرع الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم، فناخد بالنا من النقط دي كويس قوي. بس الميزه ان انت بتعملي حاجه نظيفه وموفره. يعني كيلو دقيق انا جايباه امبارح السايب، بس سايب نوع كويس، كان عامل 16 جنيه. يعني ال2 كيلو اضربيها انت بقى يعملوا 32 جنيه، مع مثلا كيس خميره، على كيس بودر، على كيس
خميره وبودر، والسكر عندنا في البيت، واللبن عندنا في البيت، والسمنه والزيت برضو متوفرين في كل البيوت. يعني الموضوع مش هيكلف 35 جنيه لل2 كيلو. طبعا غير التسويه. التسويه كلنا طبعا في البيت عندنا، لا اما انبوبه لا اما غاز، والفرن شغال على طول، بتشغلي البوتاجاز على طول، فمش هتجيبي حاجه من بره تاني، يعني كل ده متوفر عندك في البيت. فهتيجي تحسبيها انت هتجيبي الكيلو بس بره بكام. يعني كيلو الفطير دلوقتي بره بكام؟ يعني في ناس بتبيعه ب50 دلوقتي وب60 كمان كيلو. انت عملتي 2 كيلو كلفوكي قد ايه؟ 35. هنقول مثلا بالتسويه 40 جنيه كيلو ب60، 2 كيلو ب40. ايه يعني؟ انت لو هتجيبهم من بره ال2 كيلو عاملين 120 جنيه، وانت عاملاهم ب40 جنيه، يعني موفره 80 جنيه. مش شويه مع جو الاسعار اللي احنا فيها ده. لو حسبتوها هتلاقوا لا كده اوفر وانضف. وصدقوني والله العظيم بره مهما جبتي الحاجه من مكان موثوق عمره ما هينضف الحاجه زي ما انت ما بتعمليها. ايا كان مين الشخص، طبعا انا مش هقول اسماء ولا هقول اماكن، بس ايا كان الشخص عمره ما هيبقى بنظافتك في بيتك. حطوا في دماغكم يا جماعه النقطه دي. خافوا على نظافه الاكل. الامراض زادت، الفيروسات زادت، النزلات زادت، كل العيال حرفيا تعبانه، احنا نفسنا الكبار تعبانين. فناخد بالنا من النقطه دي. اكلنا يتعمل في البيت بعد اذنكم. بعد اذنكم اعملوا الاكل في البيت، كل حاجه اعملوها في البيت، متشتروش حاجه من بره. بصوا بقى الفطير الجامد بتاعي ده بعد ما طلع من الفرن، بصوا كده كان طلع، وكان عدى ساعه كمان عليه على ما برد وهدي كده، وتسويه زي الفل اهي في فرن البوتاجاز العادي. عشان الناس اللي بتقول الافران مش عارفه ايه ولازم نعملها في الفرن بتاع بره، لا، فرن بوتاجاز عادي خالص، مش في فرن كمان من الافران الصاج اللي الناس بتستخدمها وبقت في اغلب البيوت دلوقتي. انا مش عندي، انا عندي الفرن العادي خالص، وبعمل فيه وتسويته تحفه. شايفين اهو، وطري جدا، وهيقعد معاكي فتره على ما يخلص. وهتحبوا بقى تاكلوه بالشاي، ممكن تحشيه جبنه لو انت عايز تحشيه جبنه، تحشيه شوكولاته، براحتك بقى. بصوا هنا بقى الغساله بتاعتي التحفه فككتها. دمرت الغسالة كده زي ما بيقولوا. غسالتي فوق اوتوماتيك 14 كيلو LG. طبعا الغسالة كنت بشم كده ريحة كمكمة شوية في الهدوم، فقلت والله ابدا لازم تتفككي. ايوه انا اللي فككتها طبعا، امال هجيب حد غريب من بره يفكك لي غسالتي ولا ايه؟ كنت اول مرة بقالي 7 سنين افك الغسالة بتاعتي. يا لهوي. من 7 سنين الغسالة دي ما اتفكتش خالص، ولا دخل فيها مسمار ولا مفك من اي حد خالص، حتى انا لما فككتها من باب النظافة. عشان كده الناس اللي بتقولي انت بتعملي دعاية LG، لا انا مش بعمل دعاية LG، فعلا الحاجة بتجيبيها وتنسيها بمعنى الكلمة. صحيح الاجهزة غالية جدا دلوقتي، وخصوصا من LG بقت اسعارها واو دلوقتي. وكمان في حاجات كتير، اجهزة كتير من LG ما بقتش متوفرة كمان. يعني موضوع الاستيراد والتصدير والحاجات دي خلى الأجهزة أغلبها أصلا مش موجود، وخصوصا الأجهزة المستوردة. بصوا بقى الغسالة كانت هي نظيفة، هي مش متوسخة، بس أنا بقى يعني دلوقتي فيها كده مية مغلية في الجنب ده ما بين الحلة وما بين الكفر الخارجي بتاعها، مية مغلية، وروقتها كمان بإريال وظبطتها يعني. المهم بقى معرفش اصور لكم كل ده لان انا كنت غرقانه في الميه. وبعد ما خلصت جينا ننام. طبعا الاساتذه عندي بيحبوا الزبادي جدا، وما كنتش قادره اعمل حاجه خالص بقى، يعني كنت فصلت اساسا. الموضوع كان صعب قوي. فعملت لهم كده زبادي، قلت علشان الصبح تكون اتخمرت وكده يعرفوا ياكلوا منها. جبت كيلو لبن، حطيت عليه علبه زبادي بلدي، وعليها سكر طبعا الكمية اللي انت عايزاها، يعني 3 معالق 4 معالق براحتك. وحطيت عليها كمان بودرة عصير، اي بودرة عندك، فروتي، تانك، اي نوع، هتديها طعم حلو. وفي نفس الوقت عشان برضو الاطفال اللي ما بتحبش طعم اللبن صافي كده هيفرق معاها.
او عايزه تحطي بقى فانيليا مثلا بدل العصير البودر حطي وخلاص. يعني اديتهم ضربه واحده على فكره، مش كتير، يا دوب بس ال الزبادي تدوب هي والسكر وخلاص. وطبعا اللبن لازم يكون دافي، ودي ميه مغليه تمام. حطيت فيها الكوبايات كده. الكوبايه الاولانيه دي انا لقيت ليها قاعده، فحسيت انها يعني الميه مش هتطولها كويس، فشلتها ورصيت الكوبايات التانية. وهرص فيها بقى في الصينيه باقي كوبايات كمان يعني. همليها على الاخر وهغطيها لحد الصبح. يعني في المية المغلية دي هعملها زي حمام بخار برضو، هغطيها بفوطة نظيفة كده واسيبها في المية المغلية اللي في الصينية دي لحد الصبح. والصبح هتلاقيها معاكي تحفة زي الزبادي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، ويمكن احسن كمان من بتاع بره. وطبعا مش هقول لكم النظافة، وحاجة معمولة في البيت، لا مادة حافظة ولا اي حاجة. يعني حتى لو انتي مش عايزة مثلا تحطي عصير البودر وتحطي بداله فانيليا، هتبقى طبيعية خالص. كملت اهو تاني كوبايات تاني، بس ما كنتش بقى مشكله الكوبايات يعني على حسب الشكل. عايزه بقى تعملي مثلا كوبايات صغيره من اللي هي بتاعه القهوه دي تمام، مش عايزه خلاص. عملوا معايا 5 كوبايات. وغطيتها بالفوطه وهسيبها لحد الصبح، طول الليل هسيبها كده، والصبح بقى هطلعها تبقى حلوه. بصوا بقى تاني يوم الصبح قمنا، طبعا معرفوش ياكلوا من الزبادي كده، فحطيتها في التلاجة تسقع. وعلى ما تسقع وكنا فطرنا عايزين حاجة مسكرة، فكان عندي علبة الكريم الكراميل دي، قلت اعمل لهم كريم كراميل يسقع في التلاجة. على ما هو يسقع اطلع الزبادي ناكلها، ودي نبقى ناكلها بعد الغداء. انا بقول لكم النهارده الفيديو مغذي يعني. فطير وزبادي وكريم كراميل، احنا عملنا شغل عالي. هو بقى سهل جدا، انا بعمله بالطريقة العادية بتاعته خالص. بحط اللبن، كوبايتين اللبن او يعتبر نص كيلو لبن على الكيس ده كيس جاي معاه. والكيس هقلبه كده في اللبن هيدوب على طول. ما بحطش بقى ولا سكر ولا اي اضافات خالص. عايزه تزوديها سكر بس هيبقى مسكر قوي معاكي عشان تبقي عارفه. انا بستكفى بيه كده، ما بحطش عليه بصراحه سكر خالص. وهقلبه لحد ما يدوب. اول ما اتاكد ان هو داب هروح قافله عليه النار واسيبه على ما اظبط الكوبايات بتاعته. هتجيبي بقى اي كوبايات عندك من الكوبايات بتاعه الجيلي او اطباق الرز بلبن الموجود عندك، او كاسات، كاسات ال- الفروت سلطة، او كاسات ايس كريم. هفضي فيها الكريم كراميل ده، اللي هو كيس الكراميل نفسه يعني الموجود معايا. هفضي في كل طبق او في كل كاس شوية صغيرين تمام. ممكن انتي تعملي الكراميل في البيت، سهل خالص. انا عملته معاكم قبل كده في الفيديو بتاع المدلعة، عملت معاكم طلع حلو قوي. وبرضه هيعمل معاكي كمية، يعني لو انتي عايزة الكراميل يبقى كتير اعمليه انتي في البيت، هيبقى موفر معاكي وهيعمل معاكي كمية حلوة. شايفين؟ احلى حاجة بقى موضوع الحلويات والسكريات في البرد ده جميل جدا. يعني موضوع السكريات في الشتاء بتحسيه كده بيدفي البيت ويدفي المكان، لا بيفرق جامد. وخصوصا لو في اطفال كده في البرد ده تبقى حلوة قوي. اي نعم هي حاجات ساقعة، يعني سواء إن كان ده او الزبادي بتبقى ساقعة، بس برضو بتبقى حلوة مسكرة كده جميلة. تستغني عن ان انتي تجيبي حاجة من بره، ولو هتتعشوا بيها خفيفة مش مسكرة قوي، سواء إن كان الكريم كراميل او الزبادي السكريات فيها مش عالية قوي، هتتعشوا بيها تبقى حاجة خفيفة كده قبل النوم. والكريم كراميل يعني عبارة عن لبن في الاول وفي الاخر، لبن يعني كراميل بسيط جدا.
يعني اغلبه لبن، سواء كان هو او الزبادي اغلبه لبن. بس بعد ما بنخلصه كده ويهدى هحطه في التلاجة، هيقعد 3 ساعات 4 ساعات، وبعد كده هنطلعه وناكله عادي خالص. بس انا عشان اكله بقى مظبوط بقلبه، يعني بعد ما بيتجمد كده في التلاجة شوية ويمسك كده بروح قلباه في طبق تاني